أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القاموس الثقافي. موضوعنا اليوم عن جريمة الرشوة. الرشوة في القانون المصري جناية، وهذه الجريمة طبعا المشرع فرض لها عقوبة مشددة، ونظم أحكام جريمة الرشوة في المواد من 103 ل 111 من قانون العقوبات. الرشوة ببساطة هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته بغرض طبعا الكسب المادي، أو طبعا بغرض الإخلال بواجبات وظيفته. ما فيش شك أنه أفعال الرشوة مرتبطة طبعا بجرائم الفساد وليها خطورة على المجتمع من كافة نواحيه، وبناء على ذلك يمكن كان في تعديل مؤخرا لقانون العقوبات في 2018، والمشرع جرم الرشوة حتى التي تقع من الموظف العمومي الأجنبي. وبناء على ذلك جريمة الرشوة نظرا لخطورتها على المجتمع وأثارها على الفرد تصدى لها المشرع بالعقاب، وعاقب عليها بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه. بالإضافة لذلك طبعا في غرامة نسبية قد تصل لقيمة ما أعطي للمرتشي. هذه الجريمة تتطلب في الجاني أن يكون موظف عام أو من في حكم الموظف العام. وطبعا المادة 111 من قانون العقوبات اعتبرت مجموعة من الأفراد في حكم الموظف العام زي المحكمين والخبراء وأعضاء المجالس النيابية والمحلية سواء كانوا معينين أو منتخبين. تعتبر هذه الفئات كلها في حكم الموظف العام، فكل هذه الفئات أو الأشخاص لو أخذوا أو طلبوا أو قبلوا أموال بدون وجه حق يسألوا عن جريمة الرشوة. طيب، هل الرشوة كجريمة لها خطورة على المجتمع؟ طبعا ما فيش شك أنه قد يترتب عليها طبعا الإخلال بمبدأ المساواة، وهذا المبدأ مبدأ دستوري نص عليه الدستور المصري. طبعا الموظف ملوش غير الأموال التي يأخذها بمقتضى القانون أو اللوائح من الدولة، فلا يجوز له أن هو يطلب أو يأخذ أموال بدون وجه حق من المواطنين، أنه هذا يشكل طبعا إخلال بمبدأ المساواة، ويترتب عليه طبعا تقليل هيبة الدولة في نظر المواطن، مما يجب طبعا الابتعاد عن هذه الأفعال التي تشكل أفعال طبعا خطيرة على المجتمع. لذلك طبعا الموظف العام اللي هو بيرتكب هذه الأفعال بيتم عزله من الوظيفة، وهذه طبعا عقوبة تبعية بقوة القانون وفقا لأحكام المادة 25. كل موظف عام أو كل متهم في جناية طبعا بيعزل من وظيفته باعتبارها عقوبة تبعية توقع بقوة القانون، ولا يجوز طبعا يعني ليس بحاجة أن القاضي يحكم بها في حكمه. فبالتالي الأفعال اللي بتقع من الموظف العام أو من في حكمه تشكل طبعا جريمة ويعاقب عليها طبعا بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات. هذه الجريمة طبعا لخطورتها يعني يمكن التعديل المؤخر اللي هو تم في 2018 المشرع عاقب على برضو اعتبر في حكم الموظف العام اللي هو الموظف العمومي الأجنبي أو موظف المؤسسات الدولية، أسوة طبعا يعني كنوع من تجريم الرشوة في نطاق العلاقات الدولية، حتى يكون هناك مساواة برضو فيما يتعلق بأفعال الموظفين العموميين. فبالتالي كل موظف عام يجب عليه أنه يبتعد عن هذه الأفعال التي تشكل خطر على الحياة الوظيفية لهذا الموظف. فالموظف العام هو مؤتمن على الوظيفة، والمفترض طبعا يقدم الخدمات للجمهور على قدم المساواة وبدون مقابل، لأنه طبعا هو المقابل بيأخذه من الدولة في صورة المرتب المقرر بمقتضى أحكام الوظيفة أو بمقتضى طبعا القرارات واللوائح. فبالتالي أي أخذ أموال اللي هو المقابل، لأنه جريمة الرشوة لازم يكون فيها مقابل. المقابل اللي بيأخذ الموظف العام بدون وجه حق سواء للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات وظيفته يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات، ويسأل الموظف العام عن هذه الجريمة.